أعراض التهاب مفاصل اليد قد تكون آلام وتيبس خلال الفترة الصباحية مع انتفاخ في المفاصل اللي موجودة في الأسفل أو المفاصل العلوية من مفاصل اليد. أسباب آلام المفاصل اليد قد تكون أسباب التهابية وغير التهابية. أسباب غير الالتهابية هي أكثر شيوعا مثل خشونة المفاصل. أسباب الالتهابية قد تكون مختلفة مثل مرض النقرس، التهاب مفاصل الروماتويدي أو الرثوي، وهناك أمراض أخرى أيضا تسبب آلام مفاصل اليد. يعتمد علاج آلام مفاصل اليد على المسبب لهذه الآلام. إذا كان السبب التهابات بسبب أمراض روماتيزمية فالعلاج يقوم به أطباء الروماتيزم ببعض أنواع الكورتيزونات مع مثبطات المناعة بما يراه الطبيب مناسبا وعلى حسب التشخيص. أما إذا كانت أسباب موضعية مثل الخشونة وغيرها من التهابات الأوتار فيكون العلاج عادة بالمسكنات الموضعية والكريمات الموضعية والعلاج الطبيعي ما يؤدي إلى نتائج إيجابية بإذن الله. وسائل التشخيص مختلفة وكثيرة مثلها تاريخ المرضي وسماع القصة بالكامل، الفحص الجسدي للمفاصل، وكذلك فحص الدم ومختلف أنواعها، هناك أشعة العادية السينية ورنين المغناطيسي.